امين نازراوي جوا البارسا. السلام عليكم الاخوان والاخوات ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، ونتمنى من الله تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. هذا غبرنا الاخوان شويه على الفيديوهات، ان شاء الله غادي نرجعوا بقوه ان شاء الله، فما تبخلوش علينا الاخوان بالدعم ديالكم. هذه الحلقه هذه غادي نهضروا على واحد لاعب اللي من الاصول المغربيه اللي داير ضجه في العالم وكل شيء كيهضر عليه، على صغر السن ديالو وعلى الانجازات اللي داروا. اليوم غادي نهضروا على يامين يامال، لاعب برشلونه ولاعب المنتخب الاسباني اللي حقق واحد الارقام قياسيه اللي كما قلت لكم صحافه العالم كلهم كيهضروا على هذا اللاعب هذا. فبسم الله على بركه الله نبداو الحلقه ديال اليوم. يامين يامال من مواليد 13 يوليوز 2007، واسمه الحقيقي امين جمال النصراوي إيبانا، اولا عنده اسم اخر يامين نمال النصراوي إيبانا. هذا هو الاسم الحقيقي ديالو، امين جمال النصراوي إيبانا. دابا غادي ندخلوا في الارقام القياسيه اللي حطم في هذه السنه هذه، وهو يلا عنده 16 سنه، يعني لاعب باقي تيقرا ودار واحد الانجازات سيرتو في الاتحاد الاوروبي كامل، دار واحد الارقام قياسيه اللي انا كنظن صعيب شي واحد يحطم هاد الارقام القياسيه اللي دارها يامين يامال، لانه كتعتبر موهبه خارقه. غادي نبداو في الارقام القياسيه ديالو، اللي ارقام قياسيه كثيره بزاف، غادي نحاولوا نلخصوهم بعجاله. اصغر لاعب شارك في الكلاسيكو، اصغر لاعب سجل في مباراه بالدوري الاسباني، اصغر لاعب لديه تمريره حاسمه بقميص برشلونه، اصغر لاعب يصل الى 50 مباراه بقميص برشلونه، اصغر لاعب شارك في مباراة خروج المغلوب في دوري الأبطال بقميص برشلونة، أصغر لاعب سجل ثنائية في تاريخ الدوري الإسباني، يعني أصغر لاعب كيسجل 2 بيوتا في ماتش واحد في الدوري الإسباني، يعني هادو أرقام قياسية دخل بهم للتاريخ. أصغر لاعب شارك في بطولة اليورو على الإطلاق، وهذه راه مع المنتخب الإسباني. أصغر لاعب لديه تمريرة حاسمة في اليورو بقميص المنتخب الإسباني. أصغر لاعب سجل في اليورو مع منتخب إسبانيا. أصغر لاعب يفوز بجائزة أفضل لاعب في مقابلة في اليورو. شوفوا ومازال نسيت واحد الرقم قياسي، هو رقم لاعب اصغر لاعب، وهو الرقم واحد، يعني وخا اللعابه كبار هو الرقم واحد في عدد المراوغات، يعني لحد الان راه واصل 30 مراوغه. فايت جود بيلينغهام، فايت اللاعب ويليامز اللي تيلعب معاه تا هو في نفس الفريق، كلهم فايتهم. وهذا الرقم هذا راه قبل مقابله النهايه ما بين المنتخب الاسباني وانجلترا. فانا الان راه تنصور نهار السبت، يعني نهار الحد، يعني اليوم راه كاين الفينال وانا تنصور في هذا الفيديو، يعني راه باقي ما تلعبش الفينال. يعني شنو بغيت نقصد لكم، يعني راه غادي تزاد ارقام، يعني ما تبقاش هذيك 30 مراوغه، يعني راه حيت هو تيتولار يعني كيلعب رسمي، يعني ضروري غادي تزاد هذاك الرقم باش تعرفوا هذه الموهبه، هذه موهبه خارقه. وبكل صراحه
المنتخب الوطني المغربي ضعف هذه الموهبه هذه. باش نكونوا واقعيين، ما عندناش شي لاعب بهذه المواصفات هذه العالميه. ومؤخرا خرج واحد الفيديو اللي دار ضجه كما غادي تشوفوا دابا في الصوره، ان ميسي كان كيغسل ليه وهو باقي صغير. يعني راه باش تعرفوا الاخوان، شي احداث كيطراو يعني غريبين جدا. وهذا الشيء هذا خرج غير مؤخرا، والان راه تنهضر معكم دابا راه دار 17 سنه. لانه كما قلت لكم من مواليد 13 يوليوز، وكما غادي تشوفوا في الصور احتفلوا ليه بعيد ميلاد، وجا سبونسور اللي مسيني معاه شركه اديداس، هما اللي داروا ليه مفاجاه وداروا ليه انيفرسير في المانيا، يعني في اليورو. غريب في الامر الاخوان انه في هاد المقابلات او في هاد البطوله ديال اليورو انه دا مع الكتوبه ديالو، باقي تيقرا، باقي تيوجد، باقي تيدوز الامتحانات. وكان الملك ديال اسبانيا كان دخل عندهم الفيستير وكسلم عليهم كاملين، ومشى عند يامين يامال. راه لقيت الفيديو راه غادي نحطو لكم. ومشى عند يامين يامال وقال لي شحال عندك من عام؟ قال لي عندي 16 عام. والملك ديال اسبانيا كما كنقولوا الدهشر بهذيك الموهبه واستغرب بها من قال ليه راه عندي 16 عام. يعني هاد اللاعب هذا بكل صراحه كنتمناو سيرتو من اكاديميه محمد السادس، لان هي اللي كتخرج لنا اللعابه اللي تيكونوا اللي دابا كاينين في المنتخب الوطني المغربي. كان نصيري، وناحي، نايف اكرد، يعني بزاف ديال اللاعبين مروا من أكاديمية محمد السادس. ولكن بغينا شي لاعب بالجودة ديال هاد اللاعب أمين جمال، اولا كدياز اللي تا هو اختار اللاعب رفقه المنتخب الوطني المغربي. فراه حنا محتاجين لهاد اللعابه. هاد اللعابه علاش كنقولوا راه محتاجينهم؟ ماشي حيت كيلعب في البارسا اولا الريال او هاد اللاعبين هادو غير من كره يقدر يقلب لك الماتش، من كوفره، من يقدر يدريبلي لك 3-4 يماركي. يعني كما شفتوا في المقابله ضد المنتخب الفرنسي، فرا بهذيك الكره اللي جابوا بها التعادل اللي ماركا يامين يامال، هذاك الكره ولا هذاك الهدف هو اللي قلب المباراه كامله. يعني لاعب من تيكون عنده بحال هذوك المهارات وبحال هذيك الكاليتي وهذيك الجوده، فراه اي منتخب ولا اي، يعني كما كنقولوا راه كاين تنافس شرس ما بين الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم والجامعه ديال اسبانيا. راه كان تنافس قوي في الكواليس باش ياخذوا يامين يامال، وفي الاخر فازت اسبانيا بهذاك اللاعب. وهانتوما كما كتشوفوا راه قلت لكم الاحصائيات اللي دار في اليورو راه ارقام قياسيه، وصعيب صعيب جدا ان شي لاعب يوصل لهذوك الارقام القياسيه. خصو يشتغل ويشتغل بزاف على راسو باش يلاه يوصل كما كتشوفوا 16 عام. موهبه هذيك كتسمى موهبه، ماشي بحال كريستيانو رونالدو اولا شي لعابه اخرين اولا جود بيلينغهام. فهذوك اللعابه 22 عام 21 عام متريني، عنده الكونديسيون فيزيك، عنده بزاف ديال الحوايج. هذا 16 عام وكتشوفوا كيدير هذا الشيء هذا. فراه غريب. انا كنرجع راسي ملي كانش عندي 16 عام، راه يعني كيجيك هادشي كما قلت لكم موهبه الاخوان. فملا ما نطول عليكم الاخوان، والله يسهل عليك. كنتمنوا ليه التوفيق مع الفريق ديالو برشلونه، وحتى مع المنتخب الاسباني. وراه في الاول وفي الاخير راه تيبقى مغربي، والاب ديالو راه مغربي، والام ديالو راه من غينيا الاستوائيه. وراه حتى الشركه ديال اديداس راه دارت ليه الدرابو ديال المغرب وديال غينيا الاستوائيه، دارتهم ليه في الصباط، يعني في الكوداس اللي تيلعب به، راه دارت ليه الدرابو ديال المغرب تما. يعني راه السيد راه مغربي، وربما يقدر كاع يجي الصيف يسالي اليورو، يقدر يجي للمغرب. فبلا ما نطول عليكم الاخوان، تشوفوا في الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.